ابتسمي فأنت مطلقة. مسكينة أختي المطلقة، كل حاجة حواليكي بتتقلب للنقد، بيتهموكي في كل حاجة، الخطوة بحساب، بتكلمي مين، راحة فين، اتأخرت ليه. مجتمع غبي ما يعرفش ان الست المطلقة بتكون أفضل بكتير من ناس تانية، سواء متزوجين أو مش متزوجين. بينظروا لها نظرة غير طبيعية. ليه؟ معرفش. بيحسسونا فعلا ان احنا ناس من مجتمع مش مجتمعهم. ما يعرفوش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخر كلمة قالها واستوصوا بالنساء خيرا. لو يعرفوا معنى الكلمة دي كانوا هيأمنوا فعلا ان الجنة تحت اقدام الامهات. المجتمع بيبص لنا نظرة اتهام، انها دايما فاشلة في حياتها وبتعاني بكلمات قاسية من الاقارب قبل الاغراب. مجتمعنا العربي مش بس بينظر للموضوع بشكل صح، لا ده بينظر لها على انها ازمة ومعقدة وازاي تتطلق، ويتهموها هي ان هي سبب الانفصال وخراب البيت. بصي، انا بتكلم دلوقتي لان اخر مرة في حياتي هتكلم عن موضوع الطلاق في القناة بتاعتي. قناتي اسمها يوميات مطلقة، ومضطرة اسفة ان انا اغيرها عشان المجتمع المريض اللي احنا عايشين فيه. عشان المجتمع لما يبص للست وهي مش مطلقة بيحترمها اكتر. اغيرها علشان المجتمع بتاعنا يتبسط قوي ويفرح قوي لما يكسر واحدة مطلقة. طبعا كل حاجة ربنا هو اللي عالم بيها، بس مبدئيا كده اول حاجة ولادك رقم واحد في حياتك، وما تفضليش راجل عليهم لان هم اللي هيبروا بيكي. تاني حاجة حبي نفسك علشان نفسك مش عشان حد. حاولي تخلي حياتك كلها سعيدة بمزاجك غصب عنك، لازم تكوني سعيدة. ابسطي نفسك، ايوه ابسطي نفسك، قولي لا انا مش هزعل. اي حاجة تعكر مزاجك قولي لا انا مش هزعل. اشتغلي، اتمني، حققي طموح ليكي انت بتحبيه. خسي، مارسي الرياضة، خرجي طاقتك كلها في الرياضة. انت لو اتمرنتي يوم هتعرفي بجد ان الحياة دي ما تستاهلش راجل، ولا تستاهل حد يقولك كلمة تجرحك. اعملي كل حاجة انت عاوزاها، بس طبعا لازم تحطي ربنا رقم واحد في حياتك قدامك علشان ما تغلطيش. الغلط ممنوع، الغلط هيسيء ليكي ويسيء للمجتمع ويسيء لأهلك. المجتمع مهما كان هيفضل نظرته للست المنفصلة او المطلقة او الأرملة سيء، بس احنا ان شاء الله هنغير الفكرة دي. مش معنى ان انا بغير اسم القناة بتاعتي ان انا فشلت في ان انا اديرها، لا خالص، انا فعلا بغيرها لسببين اتنين. اول سبب علشان المجتمع بتاعنا الغبي المتخلف يرتاح نفسيا. تاني سبب اكتشفت ان في قناة اسمها يوميات مطلق، فلهذا السبب انا مقدرش اكون الند بالند. اخر حاجة هقولها لك، ما تزعليش، حبي نفسك زي ما قلتلك. إيه، وانا بعتذر ان انا فعلا بغير اسم القناة، بعتذر جدا ان انا اغيرها. ساعدوني ودعموني في ان انا فعلا ابقى كابتن سما زي ما انا نفسي فعلا ان انا احقق فورمة معينة وشكل معين ليا. ساعدوني واي حاجة.